بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنحكي قصة صغيرة تعرفنا إن محدش يعرف الخير من الشر. حكاها الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في تفسير القرآن اللي كان بيتعرض في التلفزيون أيام شبابي، أيام طفولتي أنا بقى. كان بيقول الشيخ الشعراوي كان في واحد كان ضاع مربي حصان عربي أصيل، وكان الحصان ده يعني يعتبر زي عربية دلوقتي، هي ثروة بالنسبة للعربي القديم. وفجأة قام ان هم ما لقاهوش، فزعل. الناس جت تواسيه، قال لهم مين قال لكم ان ده شر؟ فعلا بعد اسبوع جه الحصان اللي هو ضايع ده رجع لمكانه ومعاه 10 أحصنة تانية من نفس النوع. الناس جت تهنيه، قال لهم مين اللي قال لكم؟ محدش عارف، مين قال ان ده خير؟ فعلا والابن الكبير خد حصان، عجب حصان من اللي جم جداد دول، وراح راكبه، وقع من عليه، اتكسرت رجله. فالناس جت تواسيه، فراح قايل لهم ما حدش عارف هل ده شر ولا لا، ما حدش يعرف. قامت حرب بين البلد اللي هو فيها والبلد اللي جنبيه، فخدوا كل شباب البلد ما عدا ابنه عشان رجله مكسوره، وبالتالي محدش يعرف الخير فين. فاوعوا يا جماعة تفتكروا ان انت مهما تخطط ومهما تعرف انك ناصح وانت عارف الخير فين، ومش دايما اللي انت عايزه هو الخير ليك. وبالتالي احنا دايما بنتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، ونسلم امرنا لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.